فطاري على نظام الحبة كاملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتديت الطيبات من أسبوع أو أسبوعين، وكنت دايما بحتار أفطر إيه وأتغدى إيه وأتعشى إيه أو أصوم إزاي أو فطاري على نظام الطيبات. أهلا وسهلا بكم. أنا كان عندي مشكلة كبيرة. الأول ما كنتش مقتنع بالنظام بصراحة، فاقتنعت بأن موضوع الفراخ وموضوع اللبن وموضوع البيض، وابتديت اكل فول طعميه، اكل اي اكل، بس منعت فراخ ومنعت فول. لا، اكلت باكل فول. منعت في الاول بيض، لبن، فراخ. كنت باكل في الرجيم الاول 4 بيضات 6 بيضات. كنت لو كارب. باكل توست بني وباكل حاجات تانية. فنظام الطيبات بصراحة ريح لي معدتي شوية، وفي نفس الوقت كنت بخرف فيه، بلاقي حرقان في نفس الوقت. باكل رز وبطاطس، باكل بطاطس محمرة، باكل جبنة نستون، جبنة تشيدر، جبنة حلوة تشيدر دي، جبنة شيدر، جبنة أي جبنة مطبوخة زي ما قال الدكتور الله يرحمه. زيت زيتون، بقى لي فترة ما كانش زيت زيتون مع زعتر. ده عيش حبة كاملة، معمول في البيت، مش احنا اللي عاملينه، في ناس عاملينه لنا، الله يبارك لهم فيهم بصراحة. كنت باكل التوست البني الريتش باك. جبنا دي الحبة كاملة، حاولنا نعمله في البيت. طلع مش قوي شوية، بس القرص بتاعته واللي هي بالعجوة، لأن العجوة معانا كانت جميلة قوي. النظام بمنتهى البساطة للناس برضو. النظام أنا بفطر واتغدى وممكن أتعشى، والأصل إن أنت بتصوم 16 ساعة صيام متقطع، وبتفطر على ده الأصل بتاعه، وده اللي فاهمه بصراحة. بس أنا بحب يعني آكل يعني. ومع ذلك نزلت برضو، نزلت 2 كيلو مع اني باكل حلاوه طحينيه. انا التوست عندي اساسي، بس احنا لسه جايبين العيش ده فبجربه بصراحه. التوست عندي اساسي. الجبنه النستو، الجبنه الرومي، جبنه تشيدر. لسه مدخل زيت الزيتون مع في الفطار مع الكلام ده. بطاطس محمره مع بس بيبقى كتير واوفر بصراحه. ضميري بيأنبني شويه، لان انا كنت يعني اكس لو كارب قبل كده كتير سنين كتير. ما كنتش باكل سكر خالص، بحب الحلويات قوي، اشرب شاي من غير سكر. فلا يعني ابتديت ادخل سكريات وحلاوه طحينيه وعسل، وابتديت عسل كتير عن السكر الابيض. فعشان ما اطولش عليكم، وبصوا يا جماعه، احنا بنبتدي معانا الفطار بيبقى جبنه نستو، جبنه رومي، جبنه شيدر. حلو. عايز تدخل زعتر معانا زعتر، عايز تدخل زيت زيتون براحتك، ممكن الجزء ده بس، ممكن تفطر، ممكن تحط بطاطس محمره. حلو. خلي بالك، هتزود اكل هتزود وزن، انت بتريح معدتك بس. بمعنى عايز تخس، خليك في الجبنه النستو، خليك في العسل، خليك في دي الحبه الكامله. الرز قلل الرز، وزي ما الدكتور قال لك زود سكريات، الله يرحمه. فخلينا ده فطار. انت بتفطر بعد صيام 16 ساعه او صيام 8 ساعات، او تصحى تفطر، يعني ما تقيدش نفسك. اهم حاجه تمنع اللبن، بيض، فراخ. تمام. وتمنع عيش ابيض، اي مخبوزات، مكرونه، رز، مكرونه، شوفان، الكلام ده، كل الحاجات المختصه في الدقيق الابيض والشوفان امنعهم. المسموحات معروفه والممنوعات معروفه. تمام. اهم حاجه ان انت تستمر اسبوع بالظبط او 3 ايام، هتحس بفرق فعلا كبير قوي. كنتش بعرف انام، الحمد لله بقيت اعرف انام. كنت بشخر، الحمد لله ما بقتش اشخر، مع اني شايل لحميه وانا صغير. فلو فطارك صحيت جوعت، كل الدكتور بيقول لك جوعت كل. نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا كان لا نشبع. تمام. ممكن نعيش كبير قوي، بس عشان دي اول مره، بس ما بعمله فيها. وامبارح ما اتغديتش بصراحه، اكلت وجبه كبيره في الفطار وما عرفتش اتغدى. الغدا بيبقى رز، بطاطس محمره او بطاطس عاديه. تمام. ابعد عن الخضار، ابعد عن السلطه، ابعد عن الخضروات، الجرجير، الكلام ده، قوطه، الحاجات دي. الغدا رز، بطاطس، قطعه لحم، او ممكن من غير لحم براحتك. كبده معاك. اهم حاجه بقى حاجه رز وجنبيه حاجه. هتقلل الكميات هتخس، هتزود كميات. الفواكه، العنب، التين، البرقوق، المشمش، الخوخ، الموز. ابعد عن المانجا والبطيخ، مانجا وبطيخ. ابعد عن الالبان ومنتجات الالبان. تمام. ابعد عن الجبنه القريش. ابعد عن ده قطه تعمل ايه، تاكل اكلي. وجزء بسيط، لسه ببتدي في نظام الطيبات، والحمد لله باكل حلاوه طحينيه وبخس.
باكل عسل وبخس، بحط سكر، ما كنتش بحط سكر والله، بحط سكر وبخس الحمد لله. ومعاكم، وربنا يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.